ماتش تديله عنوان كبرياء النادي الاهلي، تديله يا ابو ثلاثه اللي بتتقال لنا بقى لها 3 ايام من بعد ماتش بيراميدز، ويشاء السميع العليم نردها ونخرج الزمالك في زفه ابو ثلاثه عشان تحرم تشمت فينا. الزمالك قريب للدوري وهو الاقرب للدوري، ان النتيجه بتخدم بيراميدز اكتر ما بتخدم الاهلي، لكن الفوز ده، الفوز ده بيرد على الناس اللي للاسف لعبت في النادي الاهلي ومش مبطله هجوم على اوضه اللبس، وعايزه زيزو يمشي، وعايزه امام يمشي، وعايزه بن شرقي يمشي، وعايزه تريزيجيه يمشي، وبيرددوا للاسف كلام الاعلام الزملكاوي. النهارده ايه؟ النهارده ان كله رد عليها. النهارده اللعيبه كلها ما شاء الله رجاله، وكريست الماتش بقى اللعيب الفنان المبدع بن شرقي اللي بيلعب بعقله. ايه الجون التالت الحلو؟ الاجوان كلها حلوه يا جماعه. النهارده قررنا تروب يلعب بيه ان هو اللي يبقى تحت الكوره ورد فعل، لكن لعب بثنائيه امام ومروان وادى واجبات دفاعيه لامام. يعني امام الشوط الاولاني هجوميا ما كانش في مستواه، لكن دفاعيا قدم ماتش دفاعي وقدر ان هو يستخلص الكوره ويوقفنا على رجلينا ويحافظ على الكوره. ماشي. طبعا في الجانب الثاني معتمد بقى للاسف حظه كان سيء جدا في احمد فتوح. يعني احمد فتوح ما جاش. يعني احمد فتوح كنت تحس ان هو ايه، كان مطبق، ما نامش طول الليل. وده كان من حظنا الحلو يعني. وكمان عبد الله السعيد ما كانش في المود، لا ناصر منسي ما كانش في المود. ويبدو ان هم كانوا بيدوروا على مجد شخصي، مفكرين في مجد شخصي اكتر من ان هم يعني يفوزوا بنقطه حتى تامن لهم الصداره عن بيراميدز. فده كله خدم الفرقه. لكن النهارده ما شاء الله الجبهات ايه؟ يعني جبهه بيكهام وطاهر، وهي لو انت بتشوف التشكيل بتقول يا ربنا يستر، لكن ما شاء الله اللعيبه ادت واخلفت ظننا. يعني جبهه بيكهام وطاهر دي لعب عليها عدي، ولعب عليها بزيرة، ولعب عليها شيكوبانزا، ولعب عليها فتوح، ولعب عليها بنتايج، وكمان كان في ظهرهم هادي رياض. النهارده ما تقدرش تقول نجم المباراه. الفرقه كلها ما شاء الله النهارده كانت رجاله رجاله رجاله. وكان بن شرقي هو الكريزه اللي للاسف زي ما قلت لكم ان قدامى لعيبه النادي الاهلي في الاستوديوهات وفي البرامج مصممين يفركشوا الفرقه. يعني مصممين الفرقه دي كلها تمشي. يا عم طب هنلعب بمين؟ هنلعب بابن اختك زي ما انا كنت عامل الفيديو؟ هنلعب بولاد اختك يعني؟ في مشاكل فنيه، بس في مشاكل فنيه اكتر عند المدرب. يعني في مشاكل فنيه عند المدرب. وكان في عامل توفيق في الماتش، كان في عامل توفيق في الماتش ان احنا لما نزلنا تحت الكوره، كوره ناصر منسي في اول الماتش دي ضاعت، لان كانت ممكن تغير نتيجه الجهد المبذول اللي اللعيبه بتبذله.